السلام عليكم أعزائنا المتابعين. عندي تعليق على قضية سلوان موميكا اللي انقتل قبل فترة، وطبعا بعد مات ذهب هو إلى الجحيم، اللي حرق القرآن الكريم اللي هو تاج على راسنا. أنا بس بدي أقول شيء، يعني لازم نحن نتوخى الحذر إنه المرة الثانية من يطلع لنا واحد مثل سلوان موميكا. سلوان موميكا مات، يطلع وراه 1000 سلوان موميكا، مليون سلوان موميكا يدور شهرة وفلوس. فلازم مرة ثانية نتوخى الحذر، حتى واحد يحرق القرآن المفروض نحن نحقره ما نرد عليه. تدرون مرة لما حرقوا الإنجيل بالنرويج أو بالدنمارك، فسألوا واحد القساوسة المسيحيين قالوا له أنتم شنو ردة فعلكم لأن حرقوا الإنجيل؟ تدرون شنو جاوبهم؟ قال لهم فليحرقون مليون إنجيل لا يهمنا ذلك، لأن كلمة الرب المسيح في قلوبنا وعقولنا وليست حبرا على ورق. يعني تخيل يوم نحن نفكر هذا التفكير، نحن المفروض من البداية يعني إنه ما نريد خليه هو بحده يتعب ويقعد راحة. هو حرق حبر وورق، ما حرق القرآن الكريم. القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى. النتيجة شنو هي؟ اشتهر، جمع ثروة هائلة من بثوث التيك توك، هذول يدزونهم التبرعات وغيرها. براسنا نحن استفزنا واشتهر براسنا. فمرة الثانية المفروض من واحد هيك يسوي احنا ما نرد عليه، نحقره ونعوفه، يعني هو جاي يستفزنا ويطلع أرباح ويطلع عمال من التيك توك وغيره عن طريق الاستفزاز. الشغلة الثانية بالنسبة لهذول اللي يقولون انه بطل وحقق انجاز، طيب شنو البطولة مالته؟ يعني هو من هنا يهاجم القرآن، يقول القرآن يحرض على القتل، وانت بنفس الوقت ترفع علم إيل. تعرفون منو إيل؟ ما أذكر، تعرفون اليوتيوب؟ ترفع علم إيل وتفتخر فيه. طيب ما هو إيل، جماعة إيل هم اللي قتلوا الأطفال والنساء وغيرها. يعني شنو هذا التناقض؟ شنو التناقض هذا؟ يعني انت المفروض يعني تذم القرآن تقول بيه قتل، وتمدح ناس يعني قتلوا ومجرمين. يعني إسرائيل الكرة الأرضية كلها دينها ودين أفعالها، تطلع أنت تمدح إسرائيل؟ الكرة الأرضية كلها جاية دينها. الكرة الأرضية شعوب العالم كلها طلعت مظاهرات ضد إسرائيل، ناس قطعت علاقتها ويا إسرائيل وتقول إن إسرائيل مجرمة. تجي أنت وتمدح إسرائيل وترفع علم إسرائيل وتفتخر بهذا الشيء. يعني شنو هذا الغباء؟ شنو هالتناقض هذا؟ يقولون عليه بطل. شنو البطولة مالت حرق القرآن؟ هي هاي بطولة أصلا؟ وين البطولة بالموضوع؟ البطولة وين بالموضوع؟ إذا حتى أخوه ميكائيل هم يعني تبرى من عنده، أخوه تبرى من عنده. كثير من المسيحيين تبروا من عنده، قالوا له أنت ما تمثلنا. وإن كان كثير من المسيحيين هم الداعمين الحقيقيين إليه، للأسف الشديد يعني قد مسيحيين دعموه، بس همين أكو مسيحيين وقفوا ضده. أخواني الأعزاء، لازم إحنا نكون أذكى من هذا الشيء. لازم نحكم العقل قبل العاطفة. من يطلع واحد مات الثاني هيك يسوي، نعوفه، لا نرد عليه ولا شيء. هو يتعب ويقعد النوبة. وهاي إذا ردينا عليه راح يشتهر ويصير، إذا ردينا عليه وصار ضجة راح يشتهر، يجمع عمال براسنا. فأخواني الأعزاء، لازم نحن نفكر بطريقة صحيحة غير هاي الطريقة. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. أقول قولي هذا واستودعكم الله.